ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وكويسين. لو لأول مرة بتشوفوني ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك للقناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكوا كل جديد على قناتي، وتعملوا مشاركة للفيديو. النهاردة هنعمل مع بعض طريقة عمل طاقية السلطان، طعمها في منتهى اللذاذة. يلا بينا نعمل المقادير بتاعتنا ونعرف بتتعمل ازاي. عندنا نص كوب من الماء الدافئ، نص كوب من الحليب الدافئ، وعندنا 6 معالق كبيرة من السكر، بياض بيضة عليه ربع معلقة صغيرة من الفانيليا، ربع كوب من الزيت، معلقة كبيرة من الخميرة ورشة من الملح، 2 معلقة كبيرة من الكاكاو الخام الغير محلى، وهناخد صفار البيضة نحطه على جنب هنحتاجه في آخر الوصفة. وعندنا 3 كوب ونص من الدقيق. هنقلب كده كل المكونات مع بعض السايلة، وبعد كده هننزل بالدقيق وهنعجن كويس، وبعد كده هنقسم العجينة لنصين. هناخد لكل عجينة معلقة كبيرة من الزبدة أو مكعب من الزبدة كده، هنحط مكعب على العجينة البيضة وهنعجنها كويس ونلمها كويس. والعجينة البنية هنحط معلقة كبيرة من الكاكاو كده، وبعد كده هننزل بالمكعب الزبدة والمعلقة الكاكاو وهنعجن كويس ونلم العجينة. بعد كده هنغطي العجينة بتاعتنا ونسيبها تختمر لمدة ساعة. بعد ما اختمرت العجينة بتاعتي لمدة ساعة، هبدأ اللي أنا أفردها. هحط كده رشة من الدقيق على الرخامة بتاعتي، وهبدأ اللي أنا أفرد العجينة بتاعتي كده على شكل مربع زي ما انتوا شايفين كده. حاولوا على قد ما تقدروا اللي انتوا تفردوها على شكل مربع كده أو على شكل مستطيل، وهبدأ أفرد فيها كده بالنشابة أو بالمردانة. وبرضو العجينة البني هفردها برضو مربع، وتكون مقاس المربع الأبيض اللي أنا فردته ده. هشيل العجينة البني هحطها على العجينة البيضة، وهبدأ كده أجيب 4 معالق من النوتيلا أو جناش شوكولاتة أو شوكولاتة مكعبات متقطعة صغير، هتديها طعم حلو قوي، هتفرق معاكم في الطعم. ممكن تحشيها سادة كده من غير أي حاجة لو انتي عايزاها سادة، بس الشوكولاتة هتديها طعم تاني خالص، وطعمها هيكون السكر بتاعها مظبوط فيها. ببدأ كده اخد ربع العجينة من تحت، وابدأ اعمل كده بايدي لتحت كده، بتني لتحت زي ما انتوا شايفين، بتتنى معايا بكل سهولة علشان تعمل الشكل اللي انتوا شايفينه ده. ببدأ اخدها لتحت وبتنيها، بتتنى معايا بكل سهولة. وهبدأ بعد كده اللي انا اقفل العجينة بتاعتي، هبدأ ألفها كده رول لحد الآخر زي ما انتوا شايفين كده. هجيب صينية أبطنها بورقة زبدة، ولو مش متوفر عندك حطيها عادي. وهبدأ اللي أنا أحطها كده في صينية مقاس 22 أو 24. هحطها برضو تختمر معايا لمدة ساعة، وبعد الساعة هشغل الفرن قبلها بربع ساعة، وهدخلها الفرن على حرارة 180 في الرف الأوسط. صفار البيضة اللي شلنا منه البياض اللي حطيناه في العجين، هنحط عليه معلقة صغيرة من الخل، ربع معلقة صغيرة من الفانيليا، و2 معلقة كبيرة من الحليب. هنقلبهم مع بعض وهندهن بيها كده وش طاقية السلطان كده زي ما انتوا شايفين. وهبدأ أدخلها الفرن بتاعي يكون شغال من قبلها بربع ساعة، وأول لما تخرج من الفرن هتقعد معاكي من حوالي 30 دقيقة أو 25 دقيقة. بحط كده خلة في قلبها أو سكينة، لو لقيتها استوت معايا وقلبها مش معجن معايا يبقى كده خلاص. أول ما بتخرج من الفرن كده بديها مسحة كده من الزبدة، معلقة من الزبدة هنكون مسيحينها، وهنديها كده لمعة بسيطة. وبعد ما نديها اللمعة بالزبدة هنغطيها بفوطة لمدة ربع ساعة. شايفين ما شاء الله قد ايه طرية معايا، طعمها حلو قوي بجد، طعمها في منتهى اللذاذة، طعمها لذيذ قوي وحلو قوي، هتعجبكم قوي. شايفين ما شاء الله، شايفين شكلها ما شاء الله، شايفين شكل جناش الشوكولاتة، شايفين الطبقات ما شاء الله. ما تنسوش تعملوا مشاركة للفيديو ولايك للفيديو وتدعموني وتشجعوني.